ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد وفيديو حلو جدا ان شاء الله. هنزلكم يوم على القناه الكبيره ويوم على القناه الصغيره، وههتم جدا ان انا انزل لكم وجبه الفطار الصحيه، وان شاء الله هعمل معاكم وصفات صحيه كده وهيلسي حلوه جدا. فهنزل معاكم هنا اكتر الوصفات، والقناه بقى الكبيره هنزل عليها الروتينات والرغي الكتير. فاول حاجه ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيني. فعلي الجرس على اشعار الكل، هيوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديده. هعمل بقى كده وجبه الفطار الجميله جدا اللي انتم شايفينها دي. وكان عندي كمان اللي هي سلقه البيض، جايباها تقريبا بقالي شهرين او شهرين ونص، بس ما اتكلمتش عنها خالص لحد كده ايه ما اجربها تجربه كده عمليه عميقه واقول لكم رايي فيها. فزي ما انتم شايفين معايا بقى السلاقه الحلوه دي. طبعا بيجي منها 3 احجام و3 انواع. في الشكل اللي هو التقليدي الصغنن البسيط قوي ده كده اللي هو الشكل العملي. في شكل تاني بيبقى على دورين، اللي هو بياخد تقريبا 14 بيضة، كل دور 7 بيضات. ده شكل برضو تاني منها. وفي بقى الشكل التالت اللي هو شكل الغطا اللي هو البلاستيك الشفاف ده، بيكون شكل الفرخة يعني بتلاقي شكل السلاقة كده على شكل فرخة. فطبعا هي عايزة مساحة وانا ما عنديش مساحة اصلا ليها، فقلت هجيب ايه تكون حاجة صغننة كده وعملية. فجبت بقى السلاقة الجميلة دي، بيكون معاها الكوب المعياري الحلو ده. كل بقى تدريج مية فيه بيديكي تسوية معينة. يعني في اللي بيحبوا البيض نص تسوية، وفي اللي بيحبوا البيض تسوية كاملة. انا بحب البيض تسوية كاملة. فانتي بتزودي مقدار المية على حسب درجة التسوية اللي انتي حباها للبيض. لان المية اللي هي بتتبخر لما بتكون موجودة في السلاقة، اول المية ما البخار يروح منها خالص كده البيض بيكون استوى معاكي، والمكنة بتفصل اوتوماتيك. يعني مش احنا اللي بنفصل المكنة، لا المكنة بتفصل اوتوماتيك على حسب درجة تسوية البيض اللي انتي عايزاها. هي ممكن تكون حاجة بسيطة ومش مهمة لبعض الناس، بس ممكن تكون حاجة برضو عملية وسهلة كده، واستخدامها بسيط. حتى لو عندك ولاد صغيرين هيستخدموها واستخدامها سهل جدا. يعني عندي ايتن 9 سنين بتستخدمها وفرحانة بيها قوي، ويعني خليتها تحب ان هي تاكل بيض. فزي ما انتوا شايفين البيض بقى اتسلق معايا. اخدت بقى وجبة الفطار الحلوة دي، اخدت 2 بيضة مسلوقة معاهم نص رغيف، وهشرب بقى كوباية شاي بالنعناع كده بمعلقتين سكر. وهاخد طبعا كوباية مية كبيرة قبل وجبة الفطار. يعني اساسي كده معاكي قبل كل وجبة ان انتي تشربي كوباية مية كبيرة. طبعا البيض بيحب الفلفل الاسود، فزودت بقى رشة فلفل اسود، واخدت كمان كده كوباية مية. وبالنسبة لي كانت وجبة فطار حلوة جدا. واليوم اللي تفطري فيه بيض او فول او جبنة قريش، بجد اليوم ده بتحسي ان انتي سكر الدم مظبوط معاكي. البروتين بيكون عالي فمش بتجوعي بسرعة. فاخدت كده معايا كوباية مية، وعملت كده كوباية شاي بالنعناع. وممكن مثلا بعد الوجبة دي ب3 او 4 ساعات لو حاسة ان انا ايه جعانة شوية، ممكن تاكلي بقى كابوتشا او خيار، مفيش فيه اي مشكلة. بس انا عندي مشكلة شوية مع الكابوتشا والخيار، فبحب ان انا اخد اللي هو الكنتالوب. طبعا الكنتالوب بقى الايام دي في كده قصة حب ما بيني وما بين الكنتالوب. فتقدري برضو تاخدي 2 شريحة كده من الكنتالوب او 3 شرايح، هتبقى معاكي حلوة جدا. ودي كده حبايبي كانت وجبة فطاري الصحية الجميلة جدا. ملتزمين بقى بالدايت وان شاء الله كده نوصل للوزن اللي احنا محتاجينه. تعالوا بقى نعمل وجبة الغدا كتير طلبتوها مني، وهي الفراخ الكنتاكي. طبعا تقدري ان انتي تحمري الفراخ دي في القلاية الهوائية، هتبقى معاكي برضو وجبة صحية. وتاخديها برضو مع نص رغيف، او ممكن تعملي العيش الكايزر بدقيق القمح الكامل. وان شاء الله هبقى انزلكوا الوصفه هنا في القناه الجديده، عشان القناه دي تكون خاصه كده بالوصفات، وما تتوهوش معايا في القناه الكبيره اللي بيكون فيها روتين. تعالوا بقى نشوف طريقه الفراخ الكنتاكي قد ايه بسيطه، وقد ايه الطريقه هتطلع معاكي ناجحه من اول مره. معايا كده دبابيس من الفراخ، بدات ان انا افتحها. طبعا كنت عامله بقى الفيديو ده في تفريزات معاكم. فالمهم يعني زودت عليه بقى توابل، ملح وفلفل اسود وقرفه. ممكن تزودي بصل بودره، توم بودره، شويه كده من الكاري. ولو بتحبي طعم البصل الفريش، انا شخصيا بحب البصل الفريش جدا، فبزود برضو بصل كده مفروم ناعم او بصل مطحون. وبتبداي ان انتي تتبلي الفراخ بالتتبيله الحلوه دي، وتسيبيها مثلا لمده ليله في التلاجة، او مثلا لو مستعجله ساعتين كده في التلاجة. فهتتبل معاكي الفراخ وهتبقى حلوه قوي. زودت عليها كده كوبايه ميه، وبسيب معايا كده الفراخ، واحضر بقى الخلطه اللي هغلف بيها الفراخ. هاخد مثلا كوبايتين من الدقيق، هزود عليهم نص كوبايه من النشا. ولازم اضافه النشا للدقيق، لان انت لو حمرتيها بدقيق لوحده هتلاقي الدقيق اتحرق معاكي، والفراخ هتكون معاكي نيه كده من جوه، ومش هتاخدي نتيجه حلوه خالص.
فلازم كده تزودي نشا وتزودي معاه دقيق. فاخدت كده كوبايتين من الدقيق ومعاهم نص كوبايه من النشا. تقدري برضو تضاعفي الكميه او تقلليها، بتزودي عليها شويه بقى من الملح وشويه من الفلفل الاسود. ودي كده ابسط خلطه تعملي بيها تغليف الفراخ الكنتاكي. زي ما انتوا شايفين معايا الدبابيس، انا كده ايه زي اعملها فتحه كده في الجنب عشان اتاكد ان هي استوت معايا كويس. بتاخدي بقى الفراخ من التتبيله اللي هي فيها كوبايه الميه وبتنزليها الاول في الدقيق، بتغلفيها في الدقيق وترجعيها تاني في التتبيله، ومن التتبيله تاخديها بقى كده على الدقيق وتبداي ان انت تنفضيها كويس قوي عشان تاخدي بقى الكرمشه اللي احنا بنحبها في الفراخ المقليه. زي ما انتوا شايفين معايا هاخد برضو قطعه تانية وبنفس الطريقه باخدها من التتبيله على الدقيق بغلفها كويس وارجعها تاني للتتبيله واخدها من التتبيله انفضها كويس جدا. وتقدري بقى في الوقت ده تعملي مثلا على حسب بقى الطاسه اللي انت بتقلي فيها 3 قطع ب3 قطع او 4 قطع ب4 قطع، عشان لما الفراخ تستنى معاكي ما تلاقيش بقى كمية الدقيق اللي بره كده اللي احنا غلفنا بيها الفراخ اتشربتها بقى كمية المية اللي احنا برضو مغطاسين فيها الفراخ، فتلاقي كده الطبقة اللي بره دي يعني راحت معاكي مع اللي قلي. فتاخدي كده كام قطعة بكام قطعة وتبدأي ان انت تحمريهم قرب الكمية اللي انت حطاها في الزيت ما تستوي معاكي، بتكوني بتجهزي الدفعة التانية وهكذا. ولازم طبعا تستوي في زيت يكون غزير. زي ما انتوا شايفين معايا اخدت كده معايا اول 3 قطع ومسخنه بقى الزيت عندي. اول حاجه بننزل بالفراخ في زيت سخن، بعد بقى الفراخ ما تبدا ان هي تتشمع معانا، يعني هتلاقي كل الرغاوي اللي في الزيت دي بدات ان هي تهدى معاكي. اول ما تهدى معاكي شويه تبداي ان انتي تهدي بقى النار على الفراخ وتسيبيها بقى تستوي معاكي عشان تكون الفراخ مستويه من جوه ولونها ذهبي وجميله من بره. زي ما انتوا شايفين الزيت بدأ يهدى معايا والفراخ كده ايه اخدت طبقة كراست وبدأ لونها كده يبقى ذهبي كده على خفيف. شايفين بقى الجمال؟ ايه رأيكم؟ تحفة جدا. بس انا حابة ان هي تستوي اكتر، فهبدأ بقى زي ما هتشوفوا معايا اهدي بقى النار عليها واسيبها تكمل تسوية. وما تقلقيش خالص، اضافة النشا هتخلي معاكي الفراخ تتحمل ان هي تتحمر في الزيت وما تتحرقش معاكي بسهولة. هسيب بقى اول دفعة من الفراخ تستوي معايا في الزيت وتعالوا بقى نعمل الرز الاصفر اللي بناكله مع الفراخ الحلوة دي. اخدت معايا كده مكعبين او 3 من البصل، طبعا بصل التفريزات ده منجز جدا. زودت عليه شوية من الكركم، ومعايا بقى دي توابل الكبسة من ويلز الخطيرة جدا، بجد بتنقل معاكي الرز في حتة تانية. اخدت معايا كده معلقة كبيرة، انا هعمل 3 كوبايات من الرز، فاخدت معايا معلقة كبيرة من الكركم ومعلقة كبيرة من خلطة الكبسة من ويلز. وركزوا معايا ان انا بجيب الخلطة انهي ماركة، عشان جربت خلطات كتير جدا، انما شركة ويلز في الخلطات او خلطة الكبسة كمان عموما طعمها مميز قوي. فزودت معاه بقى كمان شوية ملح وفلفل اسود، ونبدأ ان احنا نقلب بقى البصل شوية في شوية كده من الزيت، او ممكن زيت على سمنة زي ما تحبي، او ممكن زيت على زبدة. وبتستني لحد البصل ما ياخد معاكي اللون الشفاف. بس هنا بقى كانت اول دفعة كده من الفراخ خلصت معايا. قولولي بقى ايه رأيكم؟ الفراخ طالعة تحفة جدا، طبقة الكراست اللي عليها يعني ولا غلطة، واخدة كده لون حلو ونفس الوقت كمان القرمشة اللي فيها حلوة جدا، والطبقة كده متماسكة على قطعة الفراخ، لا فكت في الزيت ولا اي حاجة خالص. وبرده نقطة مهمة جدا، لما تخرجي الفراخ من الزيت خرجيها في مصفى عشان تصفي معاكي، ويعني يكون في زي ايه نظام تهوية، ما تخليش الفراخ تكون طرية معاكي. نرجع بقى للرز تاني. بعد الرز بقى هنا البصل ما اخد معايا لون شفاف، غسلت 3 كوبايات من الرز التايلاندي. انا بستخدم الرز التايلاندي، في كمان الرز البسمتي الهندي بس عندي البنات مش بتحبه قد كده، انما بيحبوا الرز التايلاندي اللي هي بتكون حبته قصيره شويه، بيكون ممتاز جدا وباخد منه نتيجه حلوه قوي. فزي ما انتوا شايفين نزلت عندي بقى بكميه الرز وقلبتها كويس مع البصل. هزود بقى كميه الميه واظبط عندي الملح، وهسيب بقى الميه لحد ما تغلي معايا والرز معايا يتشرب. هبدا ان انا اهدي النار عليه خالص واسيبه بقى يكمل تسويه. في الوقت ده زودت عندي بقى الدفعة التانية كده في الطاسة، وزي ما انتوا شايفين اول بقى ما الرغاوي او الزيت كده يهدى معايا والفراخ تنشف، هبدأ ان انا اهدي النار عليه خالص. انا كنت عاملة 3 دبابيس، واخدت كده 2 وراك اللي هو الجزء اللي بيكون متصل بالدبوسة، قطعته الجزئين عشان يبقى ايه يعني يستوي معايا كويس. وكملت عندي بقى باقي التسوية، وهتشوفوا معايا دلوقتي الفراخ بعد ما استوت كده وكل الكمية اللي عملتها. شايفين بقى الجمال؟ فراخ كده ما فيهاش غلطة. يعني بناتي عيب عليهم لما يقولوا لهم مش اكل جاهز من بره، بس طبعا هم بينبهروا قوي بشكل الصور والاعلانات والحاجات اللي بتنزل الاكل الجاهز،
فزيهم زي كل الولاد بينبهروا بالصور قوي، رغم ان الصور دي في الواقع ما بتكونش كده خالص. انما الفراخ دي معمولة كده في الواقع حاجة نظيفة، انا اللي غسلاها كويس ومتبلاها وقليها في زيت نضيف. انما الزيت اللي هما بيقلوا فيه في المحلات بيتغير كل اسبوع مرة. فطبعا الحاجة في البيت مفيش انضف منها ولا اوفر منها كمان. فدي كده حبايبي وجبة الفراخ الكنتاكي، طلبتوها مني وان شاء الله هكمل معاكم باقي بقى الوصفات او باقي التفريزات اللي عملتها. يعني احنا اخر الشهر ولسه متبقى عندي وجبة فتة الشاورما السوري، وعايزة اعمل كمان وجبة الشيش طاووق. فان شاء الله برضه هنزل لكم الوصفات دي. بتكون وصفات كده بالنسبة لي وصفات صيفية يعني بحس ان هي صيفية اكتر من الاكلات الشتوية اللي بيكون فيها طواجن وبرام وحاجات زي كده. فدي كده تقدري تعملي الوصفات دي بقى طول الصيف، هتبقى معاكي لذيذة جدا. وكمان بقى الشاورما تنفع معاكي سندوتشات شاورما او مثلا فتة شاورما. فالحاجات دي بتكون لذيذة والولاد كمان بتحبها. فقدمت بقى هنا كده عندي اطباق الرز، وكمان اشتروا شيبسي، ما كانش عندي اصلا وقت ان انا اعمل بطاطس محمرة. وهنا بقى اخدت كده الصوصيرات الصغننة دي، هزود بقى فيها كاتشب ومايونيز. ولو بتحبي سلطة الكول سلو تقدري تعمليها برضو، بس انا عندي البنات مش بتحبها وانا كمان مش بحبها. يعني مش عارفة، ما بعرفش اكلها. جربتها قبل كده ومن كنتاكي ذات نفسه ده من زمان، بس يعني ما حبيتهاش. ما عرفتش اكل السكر اللي هو بيكون موجود في مع الكرنب ومع الجزر. ما عرفتش ان انا بصراحة اكل الميكس ده على بعضه. بس في ناس يعني بتحب الحاجات دي جدا. ودي كده بنات كانت سفرة يعني غدا لطيفة جدا وخفيفة وحلوة. وهتشوفوا معايا دلوقتي الفراخ قد ايه مستوية من جوه. يعني هي مش شكل وبس، لا ده هي شكل وطعم، وطعمها مميز قوي. ولو حابة الفراخ دي سبايسي تقدري تزودي كمان اللي هو الخلطة اللي عملناها في نقع الفراخ شوية كده من الهوت صوص، هتاخدي نتيجة حلوة جدا. شايفين بقى كده القطعة اللي انا بقولكوا عليها اللي هي بتكون متصلة بالدبوس؟ الفراخ كلها جوسي جدا ومستوية من جوه. وبرده كمان الدبابيس هتكون معاكي مستوية. بس اهم حاجة ان انتي تكوني مفتحة الدبابيس كويس قوي، وتزودي شوية نشا مع الدقيق عشان تتحمل معاكي درجات الحرارة في القلب. الدبوسة كمان معايا مستوية، وشايفين بقى لون الفراخ حلو جدا. ولو زودت لها اللي هو الهوت صوص هتبقى معاكي لون الفراخ طبعا سبايسي وحلو قوي. الفراخ بقى معاكي مستوية وطعمها كان يجنن. جربوا بقى الوصفة الحلوة دي لولادكم هتعجبهم جدا. انا بالنسبة لي اخدت كده 3 معالق من اللي هو الرز البسمتي، وقطعت كمان طماطمايه كده وخيارايه قطع صغيره، وزودت عليهم عصير ليمون واكلتهم كده مع الرز. واخدت كمان دبوسه من الحلوه دي، يعني مش هتقول علينا حاجه. وطبعا لما بلاقي نفسي بضعف قدام الحاجات دي باخد كبسوله اورليستات، بجد بتساعدني ان انا اكل الحاجات اللي نفسي فيها، ونفس الوقت كمان ما يكونش فيه حرمان. فشايفين بقى جمال الرز الاصفر مع الفراخ المقرمشة الحلوة دي. وتقدري تعمليها بفرخة كاملة تقطعيها 8 قطع، وتقدري تعمليها بفليه الفراخ او صدور الفراخ تبقى قطعة معاكي ستريبس. فانتظروا بقى كل الوصفات الحلوة دي، هعملها معاكم بالتفصيل. ودي كده وصفة النهاردة. يا رب الوصفة تعجبكم ويكون الفيديو عجبكم. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة احلى واحلى، ومع الف سلامة.